شفتوا بقى الدعاء اللي لو دعيته ربك يستجيب دعائك؟ شوف كده. هناك دعاء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا به استجاب الله له دعاءه. وهي قصة الأعراب الذي كان في أرض فلاة، فمر على قاطع طريق فأراد قتله وسلب ماله، فقال: خذ مالي. قال: بل أريد قتلك. قال: فدعني أصلي 4 ركعات. فلما صلى قال: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أسألك بعزك الذي لا يضام وفضلك الذي لا يرام أن تكفني شر هذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ملك من أهل السماء الرابعة. يقول الرجل: فرأيت جواد يعني حصان وعليه رجل ومعه سهم مقبل علي وقتل هذا اللص، فقلت: بأبي أنت وأمي فقد نجاني الله بك. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، سمعت بدعائك الأول فسمع لأهل السماء ضجة، ثم سمعت بدعائك الثاني فسمع لأهل السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثالث فسألت الله سبحانه وتعالى أن يولني قتل هذا اللص، فولاني الله سبحانه وتعالى قتل هذا اللص. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أسألك بعزك الذي لا يضام وبفضلك الذي لا يرام أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم آمين.